ازيكم عاملين ايه يا اجمل واحلى اخوات في الدنيا؟ النهارده ان شاء الله فيديو جديد، والنهارده ان شاء الله كده يوم جديد. ان شاء الله يعجبكم جدا جدا. يلا بقى، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه علشان يظهر لكم مني كل جديد انا بنزله. النهارده بقى الروتين في البيت عندي، عايزه اقول لكم بقى البيت وحشني جدا. بقالي 20 يوم مش موجوده في البيت عندي، وجيت لقيت الدنيا مطربه. عايزه اقول لكم ان انا نزلت ال20 يوم دول، علشان زي ما انتوا عارفين كنت ببيض البيت عند ماما وكده، فكنت مقيمه هناك. الشباك ده زي ما انتوا شايفين كده نسيته مفتوح، يعني سايبه السلك بس مقفول ونسيته مفتوح. فرجعت لقيت الأوضة كلها تراب. الستارة بدل ما هي اوف وايت فهي لونها جراي كده، او هي بصوا زي ما انتوا شايفينها كده لقيت لونها جراي. فقلت لا، لازم بقى اقوم كده واسمي الله كده واصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، واقوم بقى اشوف بقى ايه اللي ورايا. عايزه اقول لكم ان الشقه كلها عايزه تتعمل، الشقه كلها مبهدله. 20 يوم طبعا، ما جيناش جنبها ولا فتحنا باب الشقه ولا اي حاجه، سايبينها كده مقفوله. وكنت ناسيه الخيبه بقى الكبيره اللي انا كنت ناسيه الشباك. فلما جيت ببص كده والله اتسرعت، يعني انا مأمنه على كل حاجه، بس برضو لازم الواحد يغفل كده او ينسى حاجه. قفلت كل الشبابيك بتاعة البيت، لكن الشباك ده الوحيد اللي نسيته. فجيت لقيت بقى مخلي الأوضة ما شاء الله زفت زفت زفت، مليانة تراب. وهوريكم دلوقتي الشباك بتاع السرير مليان تراب ازاي، والشباك والستاير. فقلت بقى خلاص، لا مفر منها، اعملها علشان تبقى نضيفة كده حتى على دخلة رمضان ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلاص اهو، فاضل له ايه، 40 يوم 35 يوم. عايزة اقول لكم بجد بيبقى شهر حلو قوي قوي قوي، وبنستناه بصراحة بفارغ الصبر. فقلت يكون ان شاء الله كده نخش على رمضان يكون البيت نضيف. ابقى اعمل مثلا ايه في اواخر رمضان كده بقى على العيد ان شاء الله. آه اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. هنا بقى خدت الستاير كده شغلت عليها، هفرش المفارش ديت اللي هو الحاف فايبر تمام. فهفرشه، قلت افرشه بقى، وعايزين نحس بالشتا. عايزه اقول لكم من ساعه ما الشتا جه وما فرشتش فيها اي حاجه، زي ما انا معرفاكم اني اصلا مش بنقعد فيها خالص، ما بنقعدش في الاوضه دي خالص، ولا بننام فيها ولا اي حاجه، هي بس فيها دولاب ليالي. فبخش بعمل ايه بقى في الدولاب، اجيب الهدوم واخرج، اجيب الهدوم واخرج، بس لازم طبعا تكون نظيفه ومفروش. بس يعني اهم حاجه كده الراحه النفسيه، يعني انا اخش واخرج كده الاقي السرير زي ما انتم شايفين. انا كنت قبل ما اشيل الفرش كانت مترتبه وكل حاجه مكانها. لازم دايما الحمد لله، يعني الحمد لله لازم اسيبها كده. مش معنى ان انا مش بنام فيها او مش بخش فيها او مش بنقعد فيها او اي حاجه، لا لازم تكون اللي هو انا ادخل واخرج اجيب مثلا هدوم، ابص على السرير لو دبدوب معوج فاخش اعدله، لو مخده لولي مثلا قعدت على السرير المخده اتعوجت فلازم اعدلها. هنا عايزه اقول لكم الموب دي لسه جايباها جديده، اول استخدام ليها. قلت خليها للحوائط اللي هي الاورنج ديت، وقلت الزرقاء كان عندي واحده زرقاء، قلت خليها ايه للارض تمام كده. عايزه اقول لكم بتسهل عليا والله، حلوه قوي. ايه يا لولي ماشي. انا حطيت في الطبق، حطيت فيه كلوركس الوان، وحطيت كده شويه من الديتول. ماشي يا لولي ماشي. لا انا مش عايز، لا لا مش عايز. اهو حطيلي تحفه. يلا روحي بقى حطي لنفسك. ف حطيت حبه كلوركس الوان وشويه كده من الديتول، وخلاص كده همسك بقى الحيطان كلها، عشان زي ما قلت لكم اني مطربه، هي ما فيهاش حاجه ولا بقع ولا الكلام ده، ما بنخشهاش فلازم اعملها واهتم بيها برضو زي الشقه. هنا كنت شلت الستاير شغلت عليها، ابتديت الاول الصراحه كده بالستاير شغلت عليها، وقلت بعد كده مسكت اللي هو بقى ظهر السرير كده زي ما انتم شايفين، مسكته كله نضفته، كان مليان تراب فظيع، تراب كتير قوي. فمسكته برضو نضفته، ومسكت الشباك لميت كل التراب فيه علشان لما اجي افرش بقى الستاير وكده تكون ما فيش تراب ولا الكلام ده، يعني مش هشيل واحطها، لا لازم قبل ما اعمل كده مسكت الشباك. عايزه اقول لكم خليته من السلك ومن بره ومن جوه زي الفل. عايزه اقول لكم ان انا بقى اتعلمت، انا كده بقى لي فتره طويله قوي بسيب السلك بتاع الاوضه مفتوح. السلك بتاع الاوضه مقفول، بس يعني الازاز مفتوح والسلك مقفول. فقلت لا خلاص ما فيش الكلام ده بقى، الفوضى انتهت، الاوضه بتتطرب على الفاضي ايا كان، انا كده كده هغسلها همسحها على طول وكده، بس
ممكن انساه في اي وقت تاني. فبصراحة مسحت كده الأوضة وخليتها زي الفل وقفلته خالص وقفلت الستارة. قلت خلاص بقى نفوق بقى من الفوضى عشان ممكن انسى تاني وارجع اتعب فيها تاني. انا كده كده اللي كنت هعملها اصلا يعني من غير لو هي ما كانت اتطربت، بس لما اتطربت بتتعب يعني، فاهمين قصدي؟ يعني كل ما تبقى الحاجة نضيفة فما بتاخديش فيها وقت او الكلام ده. لا هي بصراحة تعبتني عشان الشباك كان مليان تراب وحروف السرير والستارة. اضطريت برضو ان انا اشيل الستارة. انا مثلا ما كنتش هشيل الستارة بصراحة، كنت هشيلها على العيد ان خلاص يعني ما فيش، او في نص رمضان وكده. فقلت لا خلاص بقى، مسكت بقى كل السرير الشباك اهو لمعته او صبنته وخلاص بقى. طلعت بقى المفارش ديت هفرشها. هطلع الاول على الستار علشان لما اركب اما افرش السرير ما يت ما يتبهدلش تاني. هركب بقى كده اللي هي الكوبش بتاعت الستارة. انا لازم طبعا اشيلها قبل ما ادخلها الغسالة، ممكن تقع في الغسالة ونخش في حوار تاني. فلا، لا غنى عن الموضوع ده خالص. فلازم اشيل الكباسين اللي هي بتاعت الستارة. وبعد كده اما اطلعها، عايز اقول لكم ان انا الستارة طلعتها من الغسالة يعني هفرشها على طول. بصراحة ما بحبش احطها على الحبل خالص. بحس اللي هي لما بحطها على الشباك على طول لما افرشها من الغسالة على الشباك، بحسها ان هي اكنها مكوية. وتاني حاجة ريحة الأوكسي أو أي نوع مسحوق انت غاسلة بيه، فبتفضل فيها بجد فترة طويلة، مش يوم يومين، لا بتقعد فترة فيها طويلة. وبتخلي ريحة الأوضة كمان ريحتها حلوة. فبصراحة صيف شتاء زي ما انتوا شايفين كده. الستارة برضو التانية اللي هي الكشمير هجيبها برضو. أنا دلوقتي مشغلة عليها الغسالة، فانا مشغله عليها الغساله دلوقتي. اول ما تخلص برضو هجيبها اعلقها. قلت بقى انا مش هقعد استنى لغايه اما تخلص ال 40 دقيقه او ال 50 دقيقه اللي انا سايباهم فيها. فقلت بصراحه افرش كده الاوضه وما فيش مشكله لو طلعت كده، وبعد كده ابقى اعدل ايه على الوش يعني. بصراحة بتغنيني عن المكوى لما بطلعها من الغسالة وبتنشف. والله لو في الشتاء بتنشف تاني يوم، وأنا قافلة الشباك زي ما قلت لكم ما فتحتوش، بتنشف تاني يوم. لو في الصيف بعدها بساعة ولا ساعتين بتنشف. فمش بحب بصراحة أحطها على الحبل تاخد تراب أو تاخد ريحة الهوا كده، لأ بحب أفرشها على طول. بس دي كده كانت تجربتي في الستارة. عايزة أقول لكم بجد جربوها مش هتندموا. اللي انتوا تطلعوها من الغسالة تعصروا عصرة حلوة، تنفضيها كده وتفرشيها زي ما انتوا شايفينها في الاخر الفيديو. هتشوفوها هتلاقوها كأنها مكوية بالظبط، ولا تكسيرة ولا الكلام ده كله. وريحة الاوكسي او اي مسحوق انت غاسلة بيه بتفضل فيها حبة فترة بجد. بس كده هنا جيت خلاص فرشت بقى المفرش دوت. قلت افرشه بقى عشان عايزه احس بالشتا شويه. انا الاوضه دي ما كنتش فاشله، ان انا قلت كده كده المفارش بتاعتها ما برضاش افرشها، ان قلت كده كده ما بخشش فيها ولا الكلام ده. بس قلت لا خلاص بقى احطها بقى شكل كده، نفرح حتى بحاجاتي كده الجديده والكلام دوت. ده طبعا تالت مره او رابع مره، تالت مره افرشه المفرش دوت يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. جبت هنا بقى حبة فينيك كده واحط عليهم شوية كلور وهمسح بيهم الأوضة. عايزة أقول لكم الفينيك مع الكلور بجد بيودي المكان في حتة تانية. ريحة لمعان بجد حلو قوي. بحب ريحة الكلور في الأوضة. بحس بجد بالنظافة اما بمسح بكلور كده مع فينيك، او كلور مع اي حاجة تانية، بس يعني مع الفينيك بيبقى احلى بكتير. بليت كده الموب دي بقى. الموب انا خليتها للارض اللي هي الزرقاء دي، تمام. الموب الزرقاء دي خليتها للارض، والاورنج خلاه للحوائط. فجبت بقى عملت ايه، حطيت الكلور. عايزه اقول لكم بجد بيودي. انا كنست طبعا الاوضه زي ما انتم شايفين ما فيهاش حاجه. ولمعت ورا الكومود دوت، وحطيت المكنسه ولمعت المكنسه. عايزه اقول لكم لما بمسح بالكلور بجد والله بيبقى، جربوه كده هتحسوا بالأوضة كده. عارفين اما بنخش مكان يعني مثلا ايه زي المستشفى كده، اللي هي ريحة الكلور والكلام ده والتعقيم. انا بحب الريحة دي، فبصراحة بحب امسح بيه. فبحط بقى انا بزود عليه شوية فينيك فبيودي الدنيا في حتة تانية. بس كده يا حلوين. النهارده ده الفيديو بتاعي، معلش قصير شوية، بس يا رب يكون استفدتوا من اي حاجة او اتشجعتوا او اتحمستوا او اي حاجة، او خدتوا اي معلومة او
او اي حاجة قلتها استفدتوا بيها، ما تنسوش بقى تعملوا لي اللايك وتشتركوا عندي في القناة عشان عيلتنا تكبر وتبقى عيلة كبيرة ان شاء الله كده مع بعض، ومكملين ان شاء الله مع بعض بدعاكم ليا ولايكاتكم ليا، ان شاء الله نكبر كده ونبقى عيلة حلوة قوي ان شاء الله. خلاص كده عايزة اقول لكم ان انا كنت عايزة اغسل السجاد، جات لي الجنونة وقلت اغسل السجاد. عايزة اقول لكم جوزي وقف لي بجد بجد، يعني الحمد لله ان هو وقف لي قال لي لا، في السجادة يتغسل السجاد نضيف زي الفلة والجو ساقعة وهتفضلي مخليه الارض عريانة، لا ما خليها شوية كده انت لسه غسلاه والكلام ده. فبصراحة رجعني عن الخراب اللي انا كنت اعمله. السجاد فعلا نضيف الحمد لله، ان احنا ما بنخشش اصلا الاوضه او السجاد بتاع الشقه. فقلت ايه، سمعت كلامه بصراحه، قلت خلاص ملوش مانع، كده كده هتتغسل قريب. فما رضيتش اغسلهم وسمعت كلامه، علشان الجو فعلا ساقع وليلي بتفضل رايحه جايه في الارض. بس كده يا حلوين، خلاص الفيديو بتاع النهارده انتهى. يا رب ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله كده ويوم جديد. سيبكم بقى في حفظ الله وفي رعاية الله. وده كده كان خلاص نهاية الأوضة بتاعت لولي، خلاص خلصتها واهي زي الفل. وبصوا اهي جميلة. انتظروني ان شاء الله في باقي كمالة الشقة، ان شاء الله هعملها قريب جدا. مع السلامة.